مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. الرئيس السياسي أفورقي يجري مقابله مع وسائل الاعلام المحليه حول تطورات عمليه السلام بين اريتريا واثيوبيا. خدمات ولاده جيده في مستشفى بارنتو. سمينار لتعزيز وعي الطلاب في كليتي الدقيح. العقوبات الامريكيه على ايران تدخل حيز التنفيذ. الرئيس الصيني يفتتح معرض الواردات الدولي. قتلى جراء الفيضانات في جزيرة صغلية. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أجرى فخامة الرئيس السياسي أفورقي في الساعة 8 من مساء يوم السبت 3 من نوفمبر الجزء الأول من المقابلة التي يجريها مع وسائل الإعلام المحلية حول أحداث وتطورات الأشهر الماضية التي تبعت عملية السلام الإريترية الأثيوبية. وقدم الرئيس السياسي أفورقي توضيحا في المقابلة التي بثت مباشرة عبر التلفزيون وإذاعة صوت الجماهير الإريترية حول الأهمية والخلفية السياسية للمرحلة الجديدة التي جاءت من نضالات وتضحيات الشعبين الإريتري والأثيوبي وتداعياتها الإقليمية والدولية وتأثير اتفاق السلام والصداقة على الجوهر. وقال أن المرحلة الجديدة التي تعتبر المرحلة الرابعة تأتي بعد 80 عاما من العدائيات التي واجهها الشعب الإريتري عقب الحرب العالمية الثانية، وتنهي وضعية الحرب وعصر المعاناة للشعبين الإريتري والأثيوبي. وستعمل الحكومة والشعب الإريتري بقوة لتأمين هذه المرحلة والدفع بها قدما بالمشاركة النشطة. وقال فخامة الرئيس سياسي أفورقي أن قضية بادمة كانت مختلقة، موضحا بالحقائق التاريخية بأنها مواصلة لاستراتيجية العدائيات المستمرة منذ سنوات طويلة للتضييق على إريتريا. وقد وجدت المشكلة النهاية القانونية بعد حرب استمرت لعامين، ولكن لم تكن ترقب الجهات المعنية في حلها بتشجيع من الإدارة الأمريكية التي كانت حينها تسعى لجعل إريتريا رهينة لها. لذلك جاءت عملية التماطل في القبول لتأخير القضية، ولأن الشعبين الإريتري والأثيوبي قالا كفى لهذا الوضع، فقد تم الانتقال إلى مرحلة جديدة بفضل التصريح الذي أصدرته الحكومة الأثيوبية الجديدة. كما أوضح الرئيس السياسي أفورقي فرص وتحديات المرحلة الجديدة للشعبين الإريتري والأثيوبي ومحاولات تعكيرها من بعض الجهات المتآمرة، وأشار إلى وجود القوى الخارجية المعيقة التي لم تكن سعيدة بهذا الحدث وترغب في تأزيم المناخ الجديد. كما أوضح ضرورة التصدي الواعي وتطوير الثقة المتبادلة للتصدي لهذه المؤامرات والعمل لإعادة الفرص الضائعة لسنوات بوضع برامج ملموسة للعمل المشترك في جميع المجالات وتضافر الجهود لإنجاحها باعتباره واجبا منزليا للمرحلة الجديدة. وأشار إلى أن الدولتان سارتا خطوات كثيرة للأمام في وقت قصير في ظل التأثيرات الإقليمية المشجعة. وأوضح فخامة الرئيس سياسي أفورقي بأن المرحلة الحالية في بدايتها وتنتظر منا تنفيذ مهام مليئة بالتحديات للسير قدما دون الحياد عن وجهتنا، كما يتطلب منا عدم الاستكانة بمجيء السلام والعمل بقوة لقهر التحديات، وذلك بتنمية القدرات وتسخير الموارد. كما أشاد فخامة الرئيس بالصمود والتصدي الذي أبداه الشعب الإريتري في مرحلة العدائيات السابقة، مشددا بأن السلام الذي جاء هو نتاج صمود الشعب الإريتري، وعليه مواصلة نضاله للحصول على ثمار هذا الصمود. هذا وسيجري الرئيس السياسي أفورقي في الأيام القادمة الجزء الثاني من المقابلة بشأن القضايا المحلية والتنموية المرتبطة بالتطورات الحالية. يقدم مستشفى بارنتو المرجعي خدمات الولادة على مدار الأسبوع لضمان صحة الأمهات والأطفال. وأوضح مسؤول قسم الولادة في المستشفى الدكتور تاميت ستيفانوس أن المستشفى يقدم الخدمات المنتظمة للحوامل القادمات من جميع مناطق إقليم القاش بركة، مشيرا إلى أن خدمات القسم تشمل علاج الأمراض الباطنية المرتبطة بالحمل ومتابعة الظواهر غير العادية المصاحبة للحمل وخدمات الولادة الطبيعية والولادة القيصرية وتطعيم المواليد وتأهيل الأمهات في مجال تنظيم الأسرة. وقال أن القسم الذي يضم طبيبان وعدد كبير من الممرضين والمهنيين الآخرين قدم هذا العام خدمات الولادة ل 1100 حامل، 221 منهن وضعن حملهن بعد إجراء العمليات الجراحية لهن. وأشار إلى تقديم الإرشادات الصحية للأمهات خاصة أثناء الحمل لضمان صحتهن وصحة الجنين، داعيا المجتمع للتبرع الطوعي بالدم. يقوم السكان وأعضاء الجيش الشعبي في مديرية تسني بحصاد مزارع أسر الشهداء،
وقال مسؤول متابعة إدارات الضواحي في المديرية السيد تسفى ميكائيل من قساب أن المزارع التي تحصد حاليا قد تم زراعتها في السابق بأعمال النفير الشعبي. من جانبهم أوضح المشاركون في النفير بأن التعاون من قيم الشعب الإريتري، معربين عن ارتياحهم للمشاركة في مساعدة أسر الشهداء. ومن ناحيتهم فقد أشادت أسر الشهداء بالدعم الشعبي والحكومي المقدم لها. وأفاد مراسل إيرينا أن إلى إعداد الأراضي الزراعية ل100 من النساء اللواتي يزاولن مهنة الزراعة، كما تم تقديم الدعم لهن في كافة الأنشطة الزراعية. نظم في الأول من نوفمبر الجاري بكليتي الدقيع سمينارا تركز حول تعزيز وعي الطلاب الجامعيين في الأوضاع الراهنة. وقدمت الجهات المعنية في السمينار توضيحا مسهبا حول المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأوصى المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قلاب تسفى سلاس الطلاب وخاصة طلاب الكليات للعب دور محوري وواعي من أجل ضمان المستقبل المشرق، باعتبار أن هذا العصر هو عصر التعليم الأكاديمي. من جهتها قال السكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم السيدة أميتة نجوسي أن المرحلة التعليمية في هذا الوقت مهمة للبناء الذهني، داعية الطلاب لتعزيز مساهماتهم في إعمار البلاد والتنمية بالحفاظ على قيم المجتمع والتقدم العلمي. بدوره قدم مسؤول مكتب الصحة في مديرية الدقيح الدكتور بهبلون ميكائيلي توضيحا موسعا حول أسباب وأضرار الأمراض المعدية، وخاصة مرض الإيدز، إضافة إلى الأمراض التي تظهر في الوقت الحاضر، مناشدا الطلاب للحفاظ على النظافة الذاتية والبيئية، إضافة إلى الابتعاد من العلاقات الجنسية خارج إطار الحياة الزوجية. عقد في مدينة عدخالة سمينارا لأصحاب وعمال المرافق الخدمية والسكان في مجال مكافحة الأمراض المعدية الناتجة عن نقص النظافة. وذكر الاجتماع عن تحقيق إنجازات كبيرة في السنوات الماضية للسيطرة على الأمراض عامة والإيدز خاصة، داعيا إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحفاظ على الإنجازات المحققة والدفع به قدما إلى الأمام. وتم التوضيح في السمينار الجهود التي يقوم بها المواطنون في مناطقهم لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه ونقص النظافة. وأوضح مسؤول مكافحة الإيدز في الإقليم الجنوبي السيد الصفا وجابر ميكائيل أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع الشركاء للحد من الإصابة الجديدة بمرض الإيدز، داعيا المواطنين لتوخي الحذر من الأمراض وتسيير حياة آمنة. من جانبها دعت المدير العام لقسم السياحة في الإقليم الجنوبي السيدة أسمرة أبرهان المرافق الخدمية لتقديم خدمات جيدة وسريعة للعملاء وعكس ثقافة وقيم المجتمع. كما قدم في السمينار شرحا حول قانون العمل والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال. نظم قسم التعبئة والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع دورة تدريبية ل36 من أعضاء فرق الساوى الفنية في إطار أنشطة تطوير القدرات الفنية بوزارة الدفاع. وشملت الدورة التدريبية التي استمرت من 22 من أكتوبر وحتى 2 من نوفمبر على فنون الرقص والمسرح والأدب، إضافة إلى الصوت والموسيقى. وأوضح مسؤول قسم الثقافة والفنون في قسم التعبئة والتوجيه المعنوي المقدم كبروم عند ميكائيل في مراسم التخريج أن الدورة هدفت إلى تقديم التعليم المهني للفنانين المساهمين في هذا المجال بجهودهم الذاتية وخلق الأرضية لتقديم أعمال أكثر فاعلية. من جانبه أوضح مسؤول قسم التعبئة والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العقيد سلمون سيوم أهمية الفن في الحفاظ على قيم المجتمع، داعيا المشاركون لتطبيق الدراسة المقدمة. وقال ممثل المشاركين في الدورة بأن الدراسة المقدمة تدعم القدرات المكتسبة. هذا وكان قد نظم قسم التعبئة والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع دورة تدريبية مماثلة من قبل ل75 فنانا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. خذوا معنا. على الصعيد العالمي تبدأ الولايات المتحدة اليوم الاثنين في تطبيق العقوبات الأشد على الإطلاق على إيران في ظل موجة من الاحتياجات في ذلك البلد الغني بالنفط. وستعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات التي رفعت وفقا للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وتستهدف إيران والدول التي تتعامل معها تجاريا. وتشمل تلك العقوبات صادرات النفط والشحن والمصارف وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد. كما تقول واشنطن أيضا أنها ترغب في وقف ما تسميها الأنشطة الشريرة لإيران مثل الهجمات الإلكترونية واختبارات الصواريخ النووية ودعم الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وسيتم وضع أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدري النفط وشركات الشحن. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها. وتظاهر آلاف الإيرانيين وهتف الموت لأمريكا رفضا لدعوات نادت بإجراء محادثات، ونقل عن القوات المسلحة الإيرانية قوله أنها ستجري مناورات جوية يومي الاثنين والثلاثاء لاستعراض القدرات الدفاعية للبلاد. قال الرئيس شي جين بينغ أنه في مايو عام 2017 أعلن عن سعي الصين لاستضافة معرض الواردات الدولي، وبعد عام كامل من الاستعدادات افتتح أول معرض من نوعه وسط حضور دولي، مرحبا بالضيوف الدوليين الذين تضمنوا رؤساء وحكومات ورؤساء مؤسسات وشركات دولية. وصرح الشي بذلك خلال كلمته الرئيسية في مراسم افتتاح معرض الصين الدولي الأول للواردات المنعقد في شانغهاي، ليؤكد بأن القرار كان مهما من الصين لأنها تريد إرسال رسالة تعبر عن رغبتها في توسيع نطاق سوقها حول العالم وتعزيز التجارة والترويج للتجارة الحرة ولتعزيز الاقتصاد العالمي. وأضاف الرئيس الصيني أن المعرض يهدف لمساعدة الأصدقاء من مختلف أنحاء العالم على التعرف على إمكانيات السوق الصيني والفرص المتاحة للتعاون والاستثمار، متوقعا أن تتجاوز واردات الصين من البضائع والخدمات 30 تريليون دولار أمريكي للبضائع و10 تريليونات دولار أمريكي للخدمات خلال 15 عاما المقبلة. لقي 10 أشخاص بينهم 9 من عائلة واحدة مصرعهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت عاصمة جزيرة صقلية بإيطاليا، حيث ارتفع منسوب المياه في نهر المدينة بسرعة بسبب هطول كمية كبيرة من الأمطار في المنطقة. وذكرت وسائل إعلامية أن عمال الإنقاذ في جزيرة صقلية تمكنوا من انتشال 9 جثث من منزل واقع في كاستلا داتشا بالقرب من العاصمة باليروما قمرته المياه في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة، مضيفا أنه تم العثور على جثة شخص آخر في بلدة في كاري. وكان أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي جراء العواصف والأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية التي شهدتها أنحاء إيطاليا. توجت المتسابقة الفيتنامية فونغ خان نغوين البالغة من العمر 23 عاما بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2018، وتعتبر فونغ أول فيتنامية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة التي أقيمت في مجمع مول آسيا إرينا بعاصمة الفلبين مانيلا. وتدرس فونغ التسويق وتتحدث الإنجليزية والفيتنامية بطلاقة، وقد تحدثت في الفيديو التقديمي لها عن مشروع بيئي للحفاظ على نهر الميكونغ الذي يقع في جنوب فيتنام. يذكر أن مسابقة ملكة جمال الأرض هي الأحدث في مسابقات الجمال الدولية، وتتميز بأن جميع المشاركات فيها يقدمن مشاريع بيئية، كما تعتبر مسابقة ملكة جمال الأرض ضمن المسابقات الأربعة الكبرى جنبا إلى جنب مع ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم وملكة جمال الأمم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.